مساء الخير، يعطيكم العافية يا شباب. الله يسعد لي مساكم وإن شاء الله بتكونوا بصحة وخير وعافية. يعني اليوم أنا مستغرب من موضوع، حقيقة موضوع كتير مزعج ومؤلم، ألا وهو أن اليوم صرنا نشوف على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والمكتوبة، يا أخي كلام سيء بحق المكون الكردي وبحق الشعب الكردي. يعني قبل ما أبدأ هذا الموضوع اسمحوا لي بس خليني أشارك الفيديو شوي على صفحتي وعلى صفحة بعض الأخوة المشاركين أيضا اللي متابعيني. رجاء شاركوا الفيديو على صفحاتكم، بدي أحكي كلام اليوم إن شاء الله يكون مهم ورد على كل هالأبواق الإعلامية. من صبية آشورية سمعتها من شوي عم تحكي عن التواجد الكردي وتاريخهم ما بيطلع 100 سنة، إلى موسى العمر، إلى فيصل القاسم بالأسماء اللي احنا نحكي اليوم، إلى هافكتون بوست كاتب مقال اليوم عن الأكراد وأصولهم وإلى آخره. يعني جماعة ما بقى استحوا على حالهم، وصلوا لمرحلة مثل ما بيقولوا قاموا جلدة مدري شو يحطوه على وشهم. يعني صفت القصة عم يحكوا بطريقة يعني والله أنا اليوم شفت مقال على صحيفة هافتون بوست كاتبين إنه الأكراد ما لهم أصول وما لهم تاريخ، والتاريخ كله تاريخ إسلامي وأشوري وكلداني، والكرد ما لهم عبر التاريخ نهائيا أي تواجد بالمنطقة. طب أنا بدي أسأل، يعني هلا إذا كانت منبر صحفي كردي يا أخي كتب مقال بنفس الوتيره تماما عن الاخوه العرب، شو بتصنفوه انتم؟ ما بتصنفوه موقع متطرف؟ ما بتصنفوه موقع قومجي؟ يعني كيف عم تنكروا شعب عمره آلاف السنين بالمنطقه انه هذا ما له موجود كان بمنطقه الشرق الاوسط، هذا نزل من الفضاء. انا بدي اسال هدول الناس سؤال مباشر يا اخوان، الاكراد من وين اجوا؟ يعني الاكراد هل هن اجوا من المريخ؟ هل هن اجوا من كوكب زحل؟ هل هن اجوا من كوكب المشتري؟ هل هن اجوا من الصين، الهند؟ من وين اجوا هدول الاكراد يا جماعه الخير؟ يعني من وين اجوا؟ بتسمع واحد ايراني قومجي ثاني متطرف لقوميته بيقول لك الاكراد وافدين على ايران، بيجيك واحد ثاني بيقول لك الاكراد وافدين على العراق، الاكراد وافدين على سوريا، الاكراد وافدين على تركيا، الاكراد وافدين على العراق. منين اجوا الاكراد يا اخي؟ الاكراد نزلوا من الفضاء، اجت مراكب فضائيه نزلتهم، عمروا الاهرامات وعمروها، نزلوا الاكراد. يعني كلام ما بيستحوا على حالهم. لك انا كنت استغرب انه لاقي في قومجيين يعني تابعين القوميه العربيه للاسف، وهن خريجين مدارس صدام حسين وعبد الناصر، وبتعرفوا 50 سنه عم يقولون امه عربيه واحده ذات رساله من خلدها. هدول عم يجوا يكتبوا كلام ضد الاكراد، انه ماشي الحال يا اخي امرنا لله. اما بتيجي تلاقي وحده اشوريه عم تكتب نفس الموضوع، بتلاقي واحد تركماني لك والاشوريه الصبيه هي اللي كاتبه، كاتبين الله محيي بطن اللي حملك وما بعرف شو، مين كاتب لها الكلام؟ شباب اتراك وشباب عرب. يعني لك يا اخي، يعني انا مستغرب. هلا بدي ارد على بعض الكلام اللي انحكى. يعني انا مو منطلق قومي رح ارد، لا رح ارد من منطلق انساني ومنطلق تاريخي وبشكل علمي. يعني بس رجاء شاركوا لي الفيديو على صفحاتكم، انا عم شارك الفيديو مشان هيك عم اتاخر بالدخول بالموضوع، لان نحكي بقى لجوز كلام احسن من عشرة. يعني مثل ما بيقولوا من الاخر، يعني ابو بالمشرمحي. انا كثير انزعجت من هذا الفيديو، وكثير انزعجت من هذا الموجه هي الغليظه البايخه ما لا طعم اللي عم تصير بحق اهلنا الاكراد. لك والله شيء معيب يا جماعه، وشيء بخجل. لك انه ما بعرف انتم شو هلا بدايه خليني بس فصل لكم نقطه نقطه يعني مشان نكون واضحين. اليوم قريت مقال يحمل العنوان التالي، يقول انه الاكراد ما لهم تاريخ بالمنطقه، ومنشور هذا الكلام على صحيفه اسمها صحيفه هافتون بوست، اللي هي اعتقد انها مموله من جهات اسلاميه او تركيه او شيء ما بعرف بالضبط. بتقول عم يقولوا انه يا اخي الاكراد ما لهم تاريخ، ما لهم ارض. يعني انا مستغرب انه كيف صحيفه بتحترم نفسها بتنشر هذا الكلام. بتقول ان الاكراد لم يقيموا اي حضاره تذكر في المنطقه العربيه التي يدعون اقامتهم فيها منذ الاف السنين. لم تصل البحوث والحفريات الى اي دليل يؤكد ان لهم حضاره، ان هذه حضاره الاكراد. يعني على العكس، كل الابحاث والحفريات تؤكد عروبة هذه الأرض وأشوريتها وكلدانيتها وإسلاميتها. وتعليقات على هافتون بوست شيء بيخوف، الله يحييك يا الكاتب الفطحل يا مدري شو، انت حكيت الكبد الحقيقه بالوقت اللي غابت فيه الحقيقه والى اخره. يعني الكلدان لهم وجود، والاشور لهم وجود، والتراك لهم وجود، والعرب لهم وجود، الاكراد ما لهم وجود بهي الارض. منين اجوا الاكراد؟ منين نزلوا الاكراد؟ من الفضاء الخارجي؟ رح اقول لكم شو قصه الاكراد بقى. انا الاكراد هن اهل هي الارض من ايام الحاكم نبوخذ نصر الى عهد صلاح الدين الايوبي الى ظهور سمير متيني على هذا الفيديو لحد اليوم. يعني شلون بتقولوا انه هذا الشعب ما له موجود بالارض عبر التاريخ؟ لكم ليش بيحكوا هذا الكلام؟ لانهم اكلين حقهم. لك هي الاشوريه الصبيه اللي من شوي عم تحكي فيديو موتوره انه عم تحكي عن حقوق الاكراد وحقوق الاشور والى اخره. ما راح ادخل بهذا الموضوع لانه هذا موضوع بيخص اخواننا الاكراد اللي بالعراق، هن قادرين على الرد عليها. بس انا عم بدي ارد على كلمه تاريخ الاكراد. بتقول صار لهم 100 سنه بكردستان.
طيب ما قريتي يا ست الحسن انه في معركة صارت ب 600 وشيء قبل الميلاد، يعني انتصر فيها المملكة الميدية والمملكة الميتانية الكردية على المملكة الآشورية، هذا كلام 600 وشيء قبل الميلاد. وتعاقبت عدة ممالك كردية بعد منها وامبراطوريات على هي المنطقة، وكل الناس بيعرفوا انه نفرتالي او نفرتيتي هي ابنة الفرعون، زوجة فرعون مصر، كانت ابنة الملك الكردي الميتاني اللي حاكم بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين. طيب وعبر التاريخ معروف المعارك اللي صارت بين الميتانيين وبين الميديين اللي هن اكراد، وبين الامبراطوريه الاشوريه اللي دمروها عن بقره ابيها نهائيا ب 600 وشيء تقريبا قبل الميلاد 20 30 ماني متذكر الرقم بالضبط. طيب هدول معناتها موجودين قبل الميلاد ب 600 700 سنه، وقبل منها كمان موجودين لحتى ياسسوا امبراطوريه ب 1000 1500 سنه، يعني عمرهم بالمنطقه 4 5000 سنه. مين في اقدم منهم؟ انتم كعرب يا اخي بالعراق ولا بسوريا، مع احترامي لاخواننا العرب بس بيخلوك تطلع تحكي كلام يعني ما علي سكت عنه. انتم اخواننا العرب ببلاد الشام او بلاد الرافدين عمركم ما بيجاوز ال 1500 سنه ل 1600 سنه ل 1700 سنه قبل الرسول عليه الصلاه والسلام بسنوات قليله، لانه العرب معروفين انهم هن من اليمن، وبعدين هاجروا الى اسمها شبه الجزيره العربيه، هاجروا لشبه الجزيره العربيه، ونتيجه اللي يبحث عن الكلأ وعن المراعي وعن المياه انتقلوا اسسوا مدينه الحيره بجنوب العراق. هذا هو التاريخ العربي، وبعد ما انتقلوا الى بلاد الشام وصار في غساسنه ومنازل والى اخر منازل الى جماعه الحيره. طيب تجوا انتم بتقولوا يا اخي انه الاكراد ما كانوا موجودين على هي الارض، شو الحقد التاريخي على هذا الشعب؟ انا ما عم بفهم يعني. شو بدكم من هذا الشعب؟ يعني بيجي هذا الافندي اللي بيكتب لك مقاله على هوفنتون بوست بيقول لك الاكراد ما لهم تاريخ، لك يا حبيبي الاكراد العرب اذا بنيجي نرجع للتاريخ، هو التاريخ ما في شيء اسمه التاريخ العربي، في شيء اسمه التاريخ الاسلامي، وانت نفسك مناقض نفسك عم تقول وجدت حافير انه في تاريخ اسلامي. شو هو التاريخ الاسلامي؟ التاريخ الاسلامي فيه فرس وبخاريين وشركس واكراد، لك يا جماعه 90% الى 80% من علماء الدين والعلماء الطب والعلماء الهندسه والعلماء الصيدله هم ليسوا عرب يا اخي، من ابن سينا لابن النفيس، ابن الهيثم الخوارزمي، الجزري، النورسي، الشيخ ابن تيميه كردي، صلاح الدين الايوبي كردي، الظاهر بيبرس كردي، هذول كلهم كانوا قاده مسلمين. ظاهر بيبرس هو شركسي كمان ايضا. صلاح الدين الايوبي كردي، شيخ ابن تيميه كردي، عبد الرحمن الكواكبي، لك يا اخي شو بدي اذكر لاذكر؟ يعني التاريخ حافل. اذا كان امير الشعراء العرب احمد شوقي هو كردي، يعني هو امير الشعراء العربي احمد شوقي هو كردي، بيقول لك الاكراد عمره 100 سنه، لكن احمد شوقي عمره بمصر اكثر من 150 200 سنه. يعني هذا الحقد القومي وهذا العنجهيه هي اللي بلا طعمه. يعني مجرد الاكراد قرروا انه يعنوا استقلال جنوا يا اخي اهل المنطقه، من اتراك الى عرب الى اشور الى كلدان، مو الكل اللي عم نحكي عنهم نحن، يعني اللي معترضين على استقلال الاكراد. انه شلون الاكراد يصيرون دوله؟ هدول ما لهم ضيوف جايين لعنا، هدول مدري شو هدول. اخي الاكراد اصحاب حق واصحاب تاريخ، وارضهم هي من 5000 6000 7000 سنه الى ما شاء الله، هي ارضهم للاكراد. لا تجي كل واحد منكم يطلع يتفلسف لي يرى لي مقالتين ثلاثه من مدرسه عبد الناصر وصدام حسين وحافظ الاسد وميشيل عفلك ويقول لك نحن والله بالحافير ما وجدنا تاريخ كردي. ما كان في تاريخ عربي اصلا بالمنطقه، كان في تاريخ شيء اسمه تاريخ الاسلامي. شو هو التاريخ الاسلامي؟ الدوله الايوبيه ودوله المماليك، دوله المماليك هي شركه، دوله الايوبيه هي اكراد، الدوله العثمانيه 700 سنه 500 سنه هن اتراك، وقبل منا كان في الفرس، وقبل منا ابو مسلم الخرساني اللي اللي اسس الدوله العباسيه مع ابو جعفر المنصور اللي غدروا بعد الاخير ابو مسلم الخرساني وقتلوه، هو كردي. فشلون بتقولوا الاكراد عمرهم 100 سنه بهي الارض؟ لك استووا على حالكم، عيب يا جماعه الخير. لك ما هكذا تبنى الاوطان، وما هكذا تكون المواطنه. لكن بيحكوا بالمواطنه ورادي بيرجعوا بيحكوا عن القوميات، بيحكوا عن القوميات بيرجعوا بيحكوا عن الدين. ما عم نعرف نمسكهم من طرف هدول الجماعه، شو قصتهم ما عم بعرف. انا والله ماني يعني معصب او عم بحكي بطريقه انفعاليه، لكن انا عم بزعل. يعني اذا بيحكوا عن العرب كلام ظالم بيطلع بدافع عن العرب مثل ما عم بدافع عن الاخوه الاكراد، بيحكوا عن الاشور كلام ظالم بيطلع بدافع عنهم وعن الاتراك وكل الاقليات. لك ليش تركتوا كل الدنيا وعم تحاربوا هذا المكون اللي هو المكون الكردي؟ لك شو عمل لكم المكون الكردي؟ لك وقف معكم بحروبكم، وقف معكم ايام صلاح الدين، وحد مصر وسوريا وقت كانوا شتت الدول العربيه بنهايه العصر العباسي، سووا لكم الدوله الايوبيه دوله قويه، حاربوا الصليبيين، طردوا اوروبا كلها من الشرق الاوسط من القدس. لك شو سووا معكم الاكراد؟ لك حكموا سوريا 5 سنوات قبل ما يجي البعث ويخصيهم، ما قالوا الكرد او نحرق البلد، ما قلعوا الضباط العرب من الجيش وجابوا عوضهم ضباط اكراد حطوهم بالسلطه وطيفوا مثل ما سويتوا انتم كنظام عربي وجيش عربي سوري. لك يا اخي استوعبوا على حالكم بقى. يعني والله بدا شويه خجل. الهوفتون بوست هي صحيفه مرموقه المفروض تكون بتعمل بامريكا مدري وين، منزلين هيك مقال عنصري. لك عيب يا جماعه، مين القائمين عليها هي الصحيفه اللي بيعرفوا نتواصل معهم يقولوا احذفوا هذا المقال، هذا المقال عار ووصمه على جبين الصحافه العربيه. لك شو الكلام هذا؟ الاكراد ما لهم جذور وما لهم اصول بهي المنطقه. لك عيب هذا الحديث. لكن ما رجعوا للتاريخ الاسلامي بتلاقون لك حتى في صحابه من ايام صحابه رسول الله كان في منهم من الاكراد. لك هالكلام هذا ما بينحكى يا اخوان.
لك ما بينحكى، عيب. الاكراد ما حرب، ما اسلموا بحد السيف، اسلموا بالكلمه الطيبه وبالكلمه الحلوه، وكانوا جنود اشداء ودافعوا عن الامه الاسلاميه، وبالاخير اصبحوا يتامى الاسلام المسلمين ويتامى العرب. لك واتقوا الله يا اخوان. بيطلع موسى العمر الصحفي هذا الادلبي كمان بيطلع بيقول لك انتم لاجئين الكراد بسوريا، لا تستحوا انكم لاجئين. انا سبق حكيت رديت عليه لموسى العمر بهذا الموضوع، هو اعلامي بيشتغل بقناه كان بريطانيه، بيطلع بيقول لك لاجئين الاكراد واستقبلناهم 100 سنه وصاروا بدهم يعملوا لي دوله، بدهم يعملوا حاجه. منين انت يا موسى عم تحكي هذا الكلام؟ مين خولك بهذا الكلام؟ الاكراد عباره عندك انا جدي لحاله بالشام صار له 400 سنه وهو كردي. ابو جد جدي جد 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 جدي مدفونين بالشام، ونحن جايين من منطقه شمال سوريا. يعني نحن ربنا عن جد هي ارضنا لك يا اخي، لكن الصيبيين وماردين والقامشلي والكوباني والمدن هي كلها مدن كرديه. هذا الشعب ثلث الشعب السوري هو شعب كردي. يعني لما بيطلع اعلامي في عنده 700 800 الف واحد مثل موسى العمر بيقول لك الاكراد يا اخي لاجئين، انتم لاجئين بسوريا، قديش عم ياثر على الخواريف اللي ماشيه ورا منه ماع وبيكتبوا الله بارك بالبطن اللي حملك. يعني ما بنخلص من بشار الاسد بيطلعوا لنا الاسلاميين المتطرفين ابواق اردوغان وابواق القوميه العربيه والتنظيمات المتطرفه. لك حاجه تخنتوها استوى على حالكم. بيطلع ثاني فيصل قاسم بيقول لك محارم التواليت عم يستخدمون النظام. ما بيحكي فيصل قاسم عن الاقليه النايمه اللي بيستقبلوا استقبال الابطال هذيك اليوم بالسويداء لعصام زاهر الدين يا فيصل. يعني اللي في بيته من الازاز لا يضرب الناس بالحجاره. الاكراد ما عندهم ضباط بالجيش، ولا عندهم طيارين، ولا عندهم ضباط بالفرقه الرابعه، ولا عندهم ضباط. مدير الامن السياسي من عندكم من جماعه السويداء، التركي على مدينه بتعرفوا تبع امن الدوله من السويداء. شو بدي يذكر لك لعصام زاهر الدين؟ شو بدي يذكر لك لاسكرت؟ يعني مع احترامي لاهلنا الشرفاء اللي بالسويداء اللي يعني متعاطفين مع هي الثوره، بس لسه كل واحد بده يقعد بيشتغل لي مع دوله بيقبض لي قرشين من سياسه الدوله تبعه بسبب بده يشيط من الاكراد. هذا كلها شيء صار لانه الاكراد قرروا يعملوا استقلال. لك اخي من حقهم يستقلوا. انت يا اختي الاشوريه اللي عم تحكي عن الاكراد، مع مين بدكم اياهم يعيشوا الاكراد؟ مع المالكي ولا مع الفصائل الحشد الشعبي؟ بيقول لك الاكراد كردستان مستقره ومزدهره. يا اخي بس شوفوا العراقي مواطن عراقي مظلوم، انتم ظلمتوا نفسكم، ما حدا ظلمكم. انتم عم تقاتلوا بين بعضكم شيعه وسنه اشور ومدري مين، ما حدا ظلمكم. انتم ظلمتوا نفسكم. جماعه طوروا نفسهم، عملوا بنى تحتيه، عملوا جامعات، عملوا جسور، عملوا انفاق، سووا اقتصاد جيد، بنوا لحالهم دوله، بنوا الانسان، طوروا نفسهم. انتم بالعراق ما زلتوا من بعد ما المقبول صدام حسين الى الان 15 سنه عم تتقاتلوا بين بعضكم البعض، ذبحتوا بعضكم البعض. الاكراد اسسوا وظبطوا امورهم. فمعناتها الخلل منكم انتم، مو الخلل من الاكراد يا عزيزتي. انت كلام لك ولا غيرك يعني بكفي بقى ترهات وحكي من فوق الاساطيح وبرزة. كل واحد عندي منه كاميرا فيسبوك وبيطلع بيكتب والله الاكراد، ولو بده ينشهر بيصير بيهاجمني الاكراد او بيمدحني بالاكراد، ونحن شعب عاطفي فورا نتفاعل يعني كاكراد. هذا الكلام معيب. خلص توقفوا عند حدكم. يعني نحن ما بدنا ندخل بترهات شخصيا نقول موسى قال وفيصل قال وفلان قال وفلانه قالت وعلتان قال. هذا الشعب له تاريخ من ايام الدوله الميتانيه اللي هن المتينيه، يعني اجدادي متيني، انا من الميتانيه الى هذا اليوم. هذا كان صار عمره 3 4000 سنه قبل ما كنتوا جايين من شبه الجزيره العربيه ومن اليمن نتيجه انهيار سد مأرب. عاجل تبيضوا علينا وطنيات وتبيضوا علينا تاريخ وانتم ما انكم عارفين تاريخكم وراسكم من رجليكم. معظم القاده الاسلاميين اللي كانوا بالدوله الاسلاميه هن اكراد. طارق بن زياد امازيغي ما كردي. يعني شو عم مين عم تتفاخر وانا ماني فهمان بيه؟ ابو مسلم الخرساني اللي اسس الدوله العباسيه كردي زلمه مانو عربي. لسه بتقولي ابن سينا مانو عربي، الرازي مانو عربي، ابن الهيثم الجزري. شو بدي يصير يكون اسماء معظم علماء الطب والصيدله والهندسه شيء من بخارى وشيء من طاجكستان وشيء من بلاد فارس وشيء اكراد وشيء شركس وشيء يعني حاجه استوى على حالكم بقى. تاريخكم مليء بالدم ومليء بالحروب ومليء. العباسيين قتلوا الامويين ذبحوهم ونكتوا قبورهم. العباسيين بعد منا اجوا قتلوهم ما بعرف مين. تاريخكم مليء بالحروب، مليء بالمؤامرات. بيت عبد المروان بن عبد الملك قتلوا جماعه يزيد، جماعه يزيد قتلوا جماعه علي بن ابي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين. لك حاجه استوى على حالكم بقى. يعني تاريخكم مليء بالدمويه ومليء بالهزايم ومليء بالكوارث، وجايين تصبوا كل هزائمكم على اهل الشعب المسكين هذا الشعب الكردي. حاجه اغتصبتوا ارضه، احتليتوا ارضه من 4 دول. الاربع دول متخلفه، ايران متخلفه، تركيا دوله متخلفه، سوريا دوله متخلفه، العراق دوله متخلفه يعني لا فيها ديمقراطيه ولا فيها حريه ولا فيها عداله اجتماعيه. شو عم تحكوا انتم يا جماعه الخير؟ اتركوا هذا الشعب يا اخي بحاله. يعني انزلوا عن كتاف العالم. بقالي لسه كل يوم الثاني بيطلع لي ناشد، بيطلع لي عكروت شكل بيقول اكراد ما لهم اصل، اكراد لاجئين وكراد مدري شو. لك روحوا انتم حلوا الدي ان اي بيطلعوا نصكم يا اكراد يا شركس يا فينيقيين يا ما بعرف يعني شو قصتكم يا جماعه. خلصنا بقى من حكيكم بالاسلام بتجي بتحكونا بالعروبه والقوميه، من حكيكم بالقوميه بتحكونا بالمواطنه، من حكيكم بالمواطنه تقولوا لنا احنا عرب، نحن اكثريه ونحن اقليه. لك استوعبوا على حالكم. دمرتوا العراق من شمالا وطولا وعرضا وجنوبا، ما ضلت غير الارنه اللي فيها اكراد، منطقه سالمه وامنه
والناس اللي فيها مرتاحين. دمرتوا سوريا طولا وعرضا، ما غير المنطقه اللي بتسيطر عليها القوات الكرديه اللي دافعت عنها مناطق امنه والناس فيها عايشه بامان وبسلام، عربا واكراد وكل القوميات. اذا انتم غير جديرين يا اخي باداره امور شؤون انفسكم، يعني شؤون انفسكم وشؤونكم الداخليه، لا سياسيا ولا امنيا ولا عسكريا. هلا عم تقاتلوا من بعضكم سنه وشيعه، بدري شو ومدري شو، مال جماعه الملكي جماعه ايران، جماعه مع تركيا، جماعه مع الخليج، جماعه مع روسيا، جماعه مع ايران. استووا على حالكم بقى، دمرتوا بلدانكم. والاكراد الى الان لك اخي، نحن نحكي لكم 1 زائد 1 يساوي 2. الاكراد بشمال العراق، الان كردستان العراق، اليست متقدمه ومزدهره عن كل المدن العراقيه؟ شو السبب؟ السبب انه انتم ما بتقدروا تديروا اموركم، يا بدكم حاكم ديكتاتوري مثل صدام حسين يحكمكم بالعصايه، يا اما بدكم تشتروا عملاء، شيء للايراني وشيء للمدري مين وشيء للمدري مين. شوفوا المناظر بالعراق والمدن المنهوبه والاقتصاد المنهار والنواب اللي عم يسرقوا البلد والوزراء وفوضى هائله. بكردستان الجماعه استقروا. معناته المشكله بمين؟ مشكلة فيكم انتم يا اخواني، انتم يا حبيباتي اللي عم تدعوا القوميه والاكثريه ونحن وباريس ما بات خيرنا. اخجلوا لك، تتعلموا من جيرانكم الاكراد الديمقراطيه، الاستقرار، البناء، احترام الذات. شو قصتكم؟ سوريا دمرت من الشمال الى الجنوب، من الشرق الى الغرب، مين دمرها؟ المعارضه العربيه والنظام العربي السوري، هذول العرب عم يتقاتلوا مع بعضهم البعض. الاكراد يا اخي كفوا خير وشر، اخذوا الخط الثالث، لا بدهم النظام ولا بدهم هي المعارضه ولا بدهم الفصائل المتطرفه، بدهم بلد ديمقراطي اتحادي. تعلموا منهم التجربه، وبالفعل روحوا على المناطق الكرديه اللي في سوريا بتلاقوها مستقره وراكزه، ما سويسرا وفنلندا، لكنها افضل من كل المناطق اللي حاكمها النظام او حاكمتها المعارضه. اذا المشكله فيكم انتم. اخجلوا على نفسكم وتوقفوا عن هذه الترهات، ويا هافكتون بوست اللي قائمين عليها لهي الصحيفه، احذفوا هذا المقال، لانه هذا المقال معيب مهنيا، ما بصير ينكتب هيك مقال. هذا مقال بيوقع تحت مظله عنصريه وتحت مظله طائفيه وتحت مظله عيب يا جماعه. التاريخ 60 مليون بني ادم عم تنكروه نهائيا من التاريخ، عم تقولوا ما له موجود بالتاريخ. هذا التاريخ فقط تاريخ عربي وكلداني واشوري واسلامي، انتم حكيتوها اسلامي يعني كردي، لانه الكراد مسلمين شاركوا معاكم، فيهم رجال دين، فيهم ائمه، فيهم لك حتى الامام البخاري ما هو عربي. ذكرت انا بمنشور اليوم بهذا الخصوص، الامام البخاري من بخارى ما هو عربي اصلا. لك يعني مين بدكم؟ اذا امير شعرائكم العرب ما هو عربي، اللي هو احمد شوقي، نجي من ابن تيميه ما هو عربي كردي، النورسي، عبد القادر الجيلاني، هي بنحكي على مجال الدين. نجي للطب والهندسه، ذكرنا من شوي الرازي وابن الهيثم وابن سينا وابن النفيس هذول ما لهم عرب يا جماعه الخير، شيء فرس وشيء من اذربيجان وبخارى وشيء اكراد وشيء الى اخره. خلص بقى حاجه، استوعوا على حالكم يا جماعه. يعني حاجه ما بدي اذكركم بقول الشاعر، يعني القران نزل باللغه العربيه لعلكم تفقهون، ما كنتوا تفقهون، يعني بدكم تردوا على الفيديو تبعي. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل.